ما تقول لنا كده ارسنال. اه لا كده ارسنال ايه بص يا جماعه؟ بص وانتوا والله هتجيبوا 9 امتى؟ انا عشان يعني انتوا معتبرين خصوص ده مهاجم؟ انا عشان بص شايف عشان بس انا تعبت من ان والله. الفرقه كلها والله بتخدم على واحد قدام ما يسواش 3 تعريفه في سوق اللعيبه. مين ده؟ خصوص. ماشي، انا ما تتكلمش كده على هافرتس عشان لا 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 بحبه. لا وعلى فكره هو يا جماعه هافرز ده هو مش مهاجم، هو مش 9. هو مش 9. ما تطلبش مني حاجه مش بتاعتي. انا دي مشكلتي الكبيره مع ارتيتا يا معلم. انا معاك والبروجكت باسمك وكل حاجه تمام، وانت ردمت لي فريق وبنيت لي فريق بيصنف من اقوى الفرق اللي موجوده في العالم. مظبوط. بس انا هفضل في مرحله البناء دي لحد امتى؟ انا عايز اشم البطولات انا بقى. بالظبط، انا عايز اعدي مرحله الصور. لان انت في حته والله العظيم انت في فيز كده. لو اللعيبه دي كلها صغيره، لو حاسس ان هي كل شويه بتوصل لأنا هنا وما باخدش البطوله، هتمشي. دي حاجه، وفي نفس الوقت هي خلاص انا هتفقد الثقه في نفسها. عارف هيبقوا عاملين زي مين كفرقه؟ هيبقوا عاملين زي توتنهام مع بوكيتينو لما بدأ بقى طلع لوسيلسو وكين لسه في عزه وكان معاه إريكسن. الجيل اللي عمله ده على فكرة كانوا فرقة بوتنشال فشخ. كانت فرقة حلوة، كانت فرقة بوتنشال. بس أنا بتكلم دلوقتي في أرسنال فعلا. توبي أرتيتا السنة اللي فاتت كان ماشي، كان عندك جبت تيمبر وحظك وحش وتصاب وقعد السيزون كله وبقيت بتعافر. طب تمياسه مش عارف بيسد، ما الدنيا مش ماشية. انت السيزون ده عندك داخل السيزون ب5 في خط الدفاع حلوين قوي. الصفقات اللي عملناها مايكل ميرينو لعيب بوتنشال قوي وهيفرق معايا في خط النص، وعندي انا ناقص في المكان دوت، ومشيت سميث رو ووديت فابيو فيرا اعاره، فتمام يا معلم، صفقه حلوه قوي. طيب كالافيوري مع احترامي لعيب بوتنشال جدا ولعيب صفقه كان لازم اخطفها، بس هل ده احتياجك؟ لا. يعني هل ده المكان اللي انت محتاجه؟ هل انت عندك ال9 اللي ينافس هالاند، اللي ينافس نص هالاند؟ يعني انا مع احترامي يعني انت هالاند ده بيخلص للسيتي ماتشات، لعيب جايب اول سيزون 36 جون، السيزون اللي بعده 26 جون. احنا ما عندناش ده. احنا عندنا منظومه هجوميه حلوه جدا. يعني ساكا عندك، يعني ارسنال الميزه عنده ان هو الفريق الوحيد اللي عنده اكتر من لعيب عامل فوق ال10 مساهمات في الموسم. يعني 4-5 لعيبه كانوا مارتينيلي وتروسرد وهازارد وساكا وهافرتز وساكا واوديجارد. انت فاهم؟ طيب يا معلم عندك منظومه هجوميه، فين ال9؟ فين المهاجم اللي لما يكون بلاعب فرقه زي نيوكاسل هيخلص لي كوره من نص فرصه، هيلعب لي كوره بدماغه عاليه؟ مين؟ هافرز شويه بس برضه هو طري، مش مهاجم يا جماعه، طري مش مهاجم بالظبط. كان مهاجم. عندك اوسيمن، ما تروح يا عم تخانق عليه، ادفع فيه 80-90 مليون، ده عنده 25 سنه، ما يستاهل. مهاجم اصلا. ده بالنسبه لي علامات استفهام كبيره قوي. ده مرعب مهاجم يعني زي ده في السوق ومفيش واحد من البريمير ليج. يعني قالوا لحد اخر يوم ان تشيلسي كان بيحاول بس ما حاولش المحاوله اللي هي الفكره دلوقتي، ان انت بقيت ماده جذب للعيبه. انت أيوة. انت بقيت قوي، رجعت الشامبيونز ليج، بقيت فرقه بتنافس تخسر الدوري السنه اللي فاتت نقطتين. ايوه انت فاهم؟ فانت دلوقتي الفرق بقت عايزه تجيلك. انا لو هروح ارسنال ولا تشيلسي هروح ارسنال 100%. أيوة. ليه؟ لعيب فريق بروجكت اتبنى، مدرب وفريق ومعاه مدرب، ومدرب بيطلع حاجات من اللعيبه والدنيا ماشيه. تشيلسي لسه بيبني، عشان ما نتكلم يعني بمنطقيه يعني. فانت ارتيتا ما رحتش جبت، طب لحد امتى؟ يعني هنستنى بقى الشتاء؟ هو بيقولك في الشتاء عايزين نجيب جروسيرز بتاع سبورتنج لشبونه. طب مهاجم تقيل قوي على فكره، مهاجم حلو قوي، بس مش هيلعب معاك تشامبيونز ليج يا فرحتي. انت فاهم؟ برضه هتخسر حاجه، وانت ما عندكش السكواد اللي يخليك تنافس لحد الاخر. اللعيبه اللي انت مشيتها انت ما عوضتهاش، انت مشيت اللي هو الاحتياطي بتاعك. يعني مشيت فابيو فيرا لما اوديجارد اتصاب مش لاقي حد يلعب مكانه، طلعت نوانيري اللي عنده 17 سنه لعيب بوتنشال وكل حاجه، بس مش ده اللي هيخلينا ننافس مع احترامي يعني. اكيد. مشيت سميث رو، طب مشيت ريس نيلسون، ما جبت مين؟ ارتيتا عندي مشكله تانية معاه. انت ليه بتروح تختار اللعيبه اللي هي بايظه وعايز بقى ترجع تصلحها؟ يعني هافرتز ومشيت معاك، خصوص ومشيت ربع حته، رحت تجيب ستيرلينج ليه؟ لا هو ستيرلينج ده ترقيعه عشان يكمل بيها السيزون، عشان هو شايف ان معوش. هل احنا معناش فلوس؟ لا مش معوش فلوس. احنا امال ايه؟ يعني ارسنال نقدر نقول ان هي عندها استعداد تدعم ارتيتا، والكلام ده اتقال من المدير التنفيذي بتاع ارسنال. بس هي الفكره اللي بالمناسبه مشي يعني، واحنا بنصور الحلقه قبلها بكم يوم ايدو. ارسنال ممكن تدعم ارتيتا، بس انا بحس ان هم عارف احنا هنصرف، بس انا عايز اصرف. عارف اللي معاه 10 جنيه وعايز يتغدى ويتعشى ويحلي هو عايز يصرف صح قوي. لا وما تجليش. انا مش شايف الكرة مش كده، انت مسيرك هتجلي. لا بيريز اللي احنا بنقول عليه يعني الحوت والكرش
ياما جاب لعيبه وجلت وبارقام. برشلونه ياما جاب لعيب، برشلونه راح دفع 160 مليون في ديمبيلي وفي الاخر طلعهم من الشامبيونز ليج وراح باريس كسر الدنيا معاهم. اي فريق في الدنيا بيشتري لعيبه ممكن ما تجلي. ارسنال مش عايز يجلي. انا مشكلتي في ارتيتا نفسه. ما ارتيتا بيحاول يعمل حاجه هو لسه مش قادر يعملها. انت ما وصلتش للبيك ليفل بتاع المدرب اللي هو انا اللي هجيب اي لعيب هغيره بس. وانت فرقتك ما وصلتش للليفل بتاع السيتي عشان اخش استحمل لعيب ممكن يكون محتاج وقت. هي دي بس الازمه، فاهم قصدي؟ يعني انت ما وصلتش ان انت عندك 11 تاني عشان تجيب هافرتس مثلا عليهم وتستحمل هافرتس شويه لحد ما تطلع منه قماش. انت لسه ما وصلتش للحته دي. لل11 انت أصلاً. عايز توصل لل11 اساسا اللي يكسبوك السيتي مستريح. ايوه انت دلوقتي لا بتلعب لسه. مع السيتي حلو قوي وممكن تكسب وممكن تخسر، بس لا، انت السيتي بيبقى داخل هو ليه الابر هاند ان هو هيكسبك. أيوة. تمام، هي دي مشكله. فانت يعني انا مش فاهم هو بيفكر في ايه.